الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يا جماعة، هناك شخصيات في تاريخنا الحديث لا تقاس أوزانها بالمناصب، ولا تستوعب أدوارها في حدود أقاليمها الجغرافية. في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، عندما كانت الإمبراطورية البريطانية في ذروة استعلائها القومي، وكانت أطماع الاستعمار الغربي تلتهم العالم الإسلامي رقعة تلو أخرى، لم يكتفي رجل أو عالم من أرض الهند بأن يحمل هم وطنه المباشر، بل حمل في صدره هم الأمة من دلهي الهند إلى إسطنبول، ومن كابل إلى القدس والحجاز. إنه الإمام العلامة المحقق المناضل الشيخ محمود الحسن الديوبندي، المشهور بشيخ الهند. هذا المصطلح هو المشهور بهذا المصطلح وهذا الاسم وهذا اللقب، وإن كان اللقب الأعدل والأدق لأبجديات حراكه هو شيخ العالم. يا جماعة، عندما تقرأ في تاريخ رجل كشيخ الهند العلامة محمود حسن، والله تقف مذهولا مندهشا، تصيبك حالة من الذهول والضآلة، تعود بذاكرتك إلى أواخر القرن التاسع عشر لتتخيل طفل صغير يجلس تحت شجرة أو تحت ظلال شجرة الرمان في حوش مسجد صغير ببلدة ديوبند. والله لم يكن أحد يتخيل أو يعلم أن هذا الصبي الذي يتلقى أولى حروف العلم ليس مجرد طالب يتسلق سلم التعليم التقليدي في الهند، بل كان في الحقيقة يتشرب في قلبه كل دمعة وكل آهة ونحيب أرسلها علماء الهند بعد ثورة 1857. كان عبارة عن ثمرة دعوات صادقة خرجت من قلوب محروقة تبحث عن العزة والكرامة. هذا الرجل، هذا الإمام، لم يعش لنفسه قط. تخيل معي رجل يقضي أكثر من 40 سنة من عمره بين الكتب والتحقيق والتأليف في مجلدات، يقرئ الحديث ويخرج أجيال من العلماء. رجل لو أردنا تصنيفه بمعاييرنا اليوم لقلنا عالم متفرغ للأكاديمية والتدريس، لكنه كان يحمل بين أضلاعه قلبا ينبض بحجم أمة كاملة. كان ينظر إلى الخريطة فلا يرى الهند وحدها، كان يرى كابول، يرى إسطنبول، يرى مكة والمدينة، ويرى القدس. هذا الرجل الفذ العبقري كان يدرك بذكاء استراتيجي مرعب أن هذا الاستعمار البريطاني الذي يربض على صدر العالم الإسلامي إنما يستمد قوته وجبروته وكبرياءه هذا وثرواته من الهند. فلو كسرت هذه الأغلال عن قدم الهند لتداعت باقي سلاسل الاستعمار في الشرق الأوسط وإفريقيا. ولهذا عندما تجاوز 60 من عمره، في الوقت الذي يفكر فيه معظم الناس بالراحة طبعا هو عمر الراحة والاعتزال، هذا الرجل العبقري أطلق واحدة من أغرب وأجرأ المخططات في التاريخ البشري رغم قلة الإمكانيات، ما يعرف بحركة
الرسائل الحريرية أو حركة المنديل الحريري، لو ركزنا على الترجمة اللغوية. إيش خلفية هذا الاسم المنديل الحريري أو الرسائل الحريرية الذي سيخلده الأجيال وسيخلده التاريخ؟ هذه الرسالة يخلدها التاريخ، شبكة سرية عابرة للقارات، خطط عسكرية وتنسيقات بين ولاة الدولة العثمانية وقبائل أفغانستان وأحرار الهند، كتبت بمداد سري على قماش من الحرير الأبيض الخالص، تخاط داخل بطائن الملابس وتنقل عبر جبال عن أعتى جهاز استخبارات في ذلك العصر. أي همة هذه، والله همة لا تتصور، وأي عقل جبار كان يملكه هذا الرجل. وحين نسافر معه إلى الحجاز تتجلى لك فراسة المؤمن التي هي يعني فراسة كالشهاب، الشهاب الثاقب، في الوقت الذي انطلقت فيه فتن الشقاق وعرضت عليه الفتاوى المؤيدة لشق عصا الطاعة ضد العثمانيين أو ضد الدولة العثمانية. هذا الرجل وقف كالطود الشامخ، رفض أن يوقع، رفض لأن بصريته وقوة استدلاله كانت ترى ما خلف الستار. كان يعلم أن ضرب الخلافة العثمانية في ذلك الوقت هذه ليست مجرد لعبة سياسية، بل هو الممر المائي الذي سينفذ منه الغرب لتسليم فلسطين وتفكيك العالم الإسلامي إلى دويلات مجهرية. يا الله على بعد هذا النظر وقوة النظر. وعندما سقطت إحدى تلك الرسائل الحريرية بفعل خيانة فعلها أحد الخونة، واعتقل الشيخ ونفي إلى جزيرة مالطا. تخيل شيخ جليل يساق إلى سجن حجري يسوقه الإنجليز، يدركون خطره وخطر هذه الحركة التي أسسها، الحركة التي أسسها ضد هذا الاستعمار الغالي المتوغل في المسلمين. يساق إلى سجن بارد وسط البحر الأبيض المتوسط، يعذب ويضيق عليه. هل انكسر؟ هل قال أنا رجل طاعن في السن وفي السجن وقد أديت ما علي؟ أبدا والله العظيم. حول هذا الرجل السجن إلى محراب ومدرسة، وظل صلبا كصخر حتى يعني عاد إلى أرضه محمولا على أكتاف القلوب قبل الأيدي. وحين تجد أن أثره لم ينتهي بوفاته بل امتد عبر أجيال من تلامذته، هم الذين بنوا جدار الصمود على حدود أفغانستان، وهم الذين بثوا روح اليقظة الإيمانية في أوزبكستان وقازقستان، وهم الذين وضعوا لنا حجر الأساس لجامعة ديوبند الذي خلف أجيالا وأجيال علماء وطلاب العلم، وترك أثرا يعني خالدا. فعندما تقرأ تاريخه تدرك لماذا قال تلميذه البار الشيخ العلامة حسين أحمد المدني رحمه الله إن لقب شيخ الهند صغير على هذا الشخص، إنه بحق شيخ العالم. رحم الله الشيخ الهند، ورحم الله تلك النفوس العظيمة التي جعلت من أجسادها جسورا لتعبر عليها الأمة نحو الكرامة. وحري بنا اليوم ونحن نعيش في زمن الفتن والهمم المسترخية أن نتعامل ونتأمل في سير أعلام الأمة أمثال هؤلاء. أحد أعلام ديوبند وأحد مؤسسي ديوبند جامعة ديوبند
لا لنبكي على الماضي، بل لنستحي من ضعفنا، ولنعلم أن الأمة التي أنجبت محمود الحسن هي أمة حية وقادرة دائما على أن تلد من جديد رجالا يحملون النور في يعني أحلك الليالي أو في أشد الليالي ظلمة. والسلام عليكم ورحمة الله.